ايه ده؟ دي بايظه. انا حاسس ان انا بعذب نفسي، مش ايس كريم ده خالص. طب ايه اغسل بقى ايه؟ ملهاش اي علاقه الصراحه بعجينه الموتشي. انتوا ارخص موتشي جربتوه بكام يا جدعان؟ ب 150 جنيه، ب 100 جنيه، ب 70 جنيه، ب 50 جنيه. اقول لكم بقى انا على موتشي ب 25 جنيه. موتشي يجي من اليابان بارقام غريبه، يجي بقى ايه المصري يعملوا بقى بارقام فظيعه. مش هقول لكم ارقام غريبه، بحوالي ربع الرقم اللي بيتباع بيه بره. فتعالوا نجرب الموتشي المصري ابو 25 جنيه. دول بقى كده الست اطعمه اللي نزلوا بيها الموتشي واحد ب 25 جنيه يا جماعه. مش عارف ده موتشي ايه اللي ب 25 جنيه. تعالوا بقى اقول لكم على الاطعمه بتاعتها. بصوا اول طعم وهو الفانيليا مكسرات في علبه صغنطوطه كده، مكتوب بقى على جنب هنا كل التفاصيل، كل تفاصيل المنتج مصنوع من ايه الكلام ده، مكتوب برده هنا ايه على جنب بكل فخر صنع في مصر. تاني واحده وهي البلو بيري. بصوا شكلها جامد قوي، عاملين منها برده بلو بيري. في برده كمان كنافه بالبيستاشيو. كنافه بالبيستاشيو دي ورانا مش هتسيبنا خالص لحد ما هتقضي علينا. اهي برده موتشي يا جماعه كنافه بالبيستاشيو. نفسي افهم امتى كنافه بالبيستاشيو دي هتخلص، عشان ايه؟ عشان نبطل يعني. اكيد في حاجات هتطلع، انت مستني حاجات تطلع جديده بقى غير الكنافه بالبيستاشيو. في منها بقى كمان ستروبري او فراوله. الباكنج عاجبني الصراحه، بتاخد موتشايه كده في باكنج شبه ده جميل. في بقى كمان منها المانجو او المانجا، علبه لطيفه الصراحه 25 جنيه. اخر حاجه بقى كمان وهي الاوريو نوتيلا او الاوريو شوكليت. الاوريو بقى شوكولاته، الاوريو شوكليت. شوفوا بقى ايه تقولوا عليها، ايه تقولوا عليها اي حاجه، المهم ايه هي اوريو شوكولاته. تعالوا نبدا بايه. بص هي دي اصلا بتتفرزن، يعني المفروض تتحط في التلاجة، مش بتتفرزن، المفروض دي تتحط في التلاجة. وبيقول لك تطلعها تسيبها حوالي 5 دقايق عشان قبل ما تاكلها. فاحنا طلعناها عدى كده يعتبر 5 دقايق او اكتر. تعالوا نبدا بايه؟ تعالوا نبدا بالمانجا دي يا جدعان، شكلها تحفه. نفتح كده. اوه ايه ده في ده هي اصلا محطوطه في كيسه تانية. ايه ده؟ واو. اوه دي منزله ميه كتير، هتلاقيها كانت متفرزنه وحلت بقى مننا. بص شكل الموتشي جاي ازاي. دي فاضيه من جوه خالص. دي عباره عن عجينه، مفيش ايس كريم. بسم الله. المفروض الطبق اللي بره اللي هي عجينه الرز، هي ملهاش اي علاقه الصراحه بعجينه الموتشي. يعني انا جربت موتشي كتير، العجينه دي غريبه قوي، دي مش عجينه موتشي دي. طعم الفانيليا باين قوي، مفيش طعم مانجا نهائي، هو طعم فانيليا بس. مش عارف صراحه، ممكن دي تبقى ساحت مننا. تعالوا نجرب حاجات تانية. بسم الله. انا كنت متفائل والله. لا دي مش منزله ميه، تصدقوا هي التانية شكلها ساحت مثلا، ممكن تكون ساحت اسرع. بصوا البلوبري شكلها، استنوا، عامله شبه الصابون. ملمسها غريبه يا جدعان، الملمس بتاعها بتاع العجينه من بره مش موتشي، تحس بحاجه غريبه. لو انا ما كنتش عارف انها موتشي والله كنت ايه اغسل بقى ايه. بسم الله. طعم بلو بيري باين قوي. ولا جوده مش ايس كريم، جوده مش فاهم طعمه غريب، مش ايس كريم ده خالص. هو ده تحسه ايه، فوم مش ايس كريم. حرفيا لا يمس ايس كريم بشيء. العجينه اللي بره دي لا تمس الموتشي بشيء برضه. كده الطعمين دول فشلوا معايا. تعالوا نجرب الاوريو شوكليت، ان شاء الله ده يعجبنا. بص شكله كلهم عجينه واحده. بسم الله. انا حاسس ان انا بعذب نفسي، طعمها غريب قوي فظيعه يا جدعان. صدقوني ما ده ايس كريم، العجينه غريبه. العجينه المفروض تبقى طريه، العجينه تحسها بلاستيك. تعالوا ندخل على الفراوله، يا رب تعجبني، يا رب تعجبني يا رب. هي ريحه فراوله. المفروض اللي بره دي عجينه رز، بس دي مش عجينه رز. دي غريبه دي مفرقه من فوق ومن تحت. العجينه وحشه قوي، لكن الفليفر اللي جوه ده او الفوم اللي جوه ده وطعمه حلو، الفراوله فيه حلو، لكن العجينه وحشه الصراحه، ما عجبتنيش خالص. تعالوا على الفانيليا مكسرات. ايه ده؟ هي دي تحسها سخنه شويه. ايه ده؟ مش فاهم حاجه، حاسسها بايظه، في ريحه معفنه. بص ايه ده؟ دي بايظه. بص العفن. هو ده ايه الخضار بتاعها؟ بص ريحتها وحشه قوي. بص هفتحها لكم. بص دي العجينه بتاعتها طريه قوي. ده بص من جوه. مش عارف الصراحه. تعال نجرب اخر واحده. هي اشمعنى دي لوحدها كده مفيش فيها الكيسه بتاعتها لونها اخضر قوي؟ دي اللي هي ايه، كنافه بيستاشيو. الستة نفس العجينه، كلها عجينه واحده. هي دي المفروض كنافه بالبيستاشيو يعني. انا كنت متوقع عليها ايه من بره كنافه. بسم الله. ايه ده؟ وحشه جدا. هي ريحه كنافه بالبيستاشيو، طعم كنافه بالبيستاشيو مش موجود، هي ريحه. العجينه دي فظيعه، عجينه وحشه جدا الصراحه. هل اشتريها تاني ولا لا؟ الصراحه ما اظنش ان انا ممكن اشتري موتشي تاني اصلا. ما الموتشي اللي موجود في المطاعم عادي. التجربه الصراحه مش لذيذه خالص. انا حاسس ان انا جلست جوه، حاسس ان انا هتعب. وبس كده يا جماعه، دي كانت تجربه بقى الموتشي المصري اللي هو ب 25 جنيه. بس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.